ففروا إلى الله. وأنا أذكر نفسي وإخواني المسلمين بهذه الوصية. نحن بحاجة أن نفر إلى الله. أيها المسلمون، رأينا كيف انضبطنا واجتهدنا في أخذ الأسباب تركا للمصافحة واستخداما للمعقمات، وهذا طيب جيد، لكن أقول لنفسي وإخواني: هل احتطنا في باب معصية الله؟ هل أخذنا المعقمات من الشرك والبدعة والمعصية؟ هل أخذنا المطهرات من الزنا والخنا والربا؟ هل عدنا إلى الله توحيدا واتباعا وأخلاقا وآدابا؟ سؤال سماسرة الأزمات. هل راجعتم أنفسكم أم اعتبرتم الموسم موسم غلاء وفرصة لا تضيع فاتجرتم في أقوات المسلمين؟ ففروا إلى الله. أيها المسلمون، لسنا أعني المسلمين فقراء إلى غرب يترنح من ضربات الفيروس أبدا. في كتاب ربنا وسنة نبينا وآثار أسلافنا ما نستضيء به ونسترشد به بعثا للأمل وفتحا لباب الرجاء. أبشروا أيها المسلمون، ستنقضي هذه الأيام وستذهب فيروسات الأبدان وفيروسات الأديان بإذن الواحد الديان. أبشروا، أنتم عباد رب عظيم، تكبدتم المشاق وأتيتم على أنفسكم لهذه الساعة مع صعوبة الحركة وتشوش الأذهان. أتيتم إلى ملك الملوك، إلى أرحم الراحمين، فما ظنكم برب العالمين؟ تركتم الأبناء والذريات وبعض الناس في الأسواق الآن يزاحم ويضيع لها الفريضة. أتظنون أن ربنا الرحمن الرحيم يضيع جهدكم؟ يخيب سعيكم؟ أتظنون وأنتم تقبلون على بيته في يوم عظيم كهذا اليوم أن يخذلكم في صحة أو عافية أو أقوات؟ حاشاك ربنا، حاشاك ربنا. خبنا وخسرنا إن ظننا فيك هذا الظن، وعزتك وجلالك ما ازددنا فيك إلا رجاء حسنا وطلبا لعفوك وسعيا إلى مرضاتك. أبداننا، أبناؤنا، أموالنا وديعة عندك، وقبل ذلك ديننا وديعة عندك. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك.